السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البيتزا الميني. احنا عملنا طبعا البيتزا قبل كده مرتين، لكن النهارده هعملها عشان حبايبي عشان المدارس، وهقول لكم ازاي نحفظها في التلاجة طول الاسبوع. اول حاجة هنجيب نص كيلو دقيق عليه شوية ملح، وهنحط معلقتين زيت زيتون. ما عندك زيت زيتون، زيت عادي، اي حاجة الموجودة عندك، ومعلقة خل او معلقتين، ده طبعا محسن وجميل جدا. وهنحط بيضة. خلاص. وهنبتدي الخميرة بقى أنا فعلاها ربع كوباية مية دافية، عليها خميرة، عليها معلقة كبيرة سكر، واتفعلت وما شاء الله عليها هيت، وهنزل بيها على العجين. خلاص كده. طبعا في ناس كتير بتسألني بتقولي اللبن قطع معايا، اللبن وانا بغليه طلع قطع فصل معايا بالشكل ده، اعمل ايه؟ ارميه؟ لا، ما ترموهوش، ده بيستخدم في المعجنات. ولو مش هتستخدميه دلوقتي تحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر، وطلعيه ساعة ما يكون عندك عجين، اي عجين، اي معجنات، عيش، حتى عيش الفينو اعمليه بيه، بيغذي وبيخلي الحاجه طريه وطعمها حلو، وبتبقى مغذيه جدا. خلاص كده. لما بيترميش خلاص، حتى لو كميه كبيره قسميها على اكياس، بحيث ان انت تطلعيها حسب ايه طلبك، منين ما تكوني بتعجني. والعجينه كده عجنتها وتمام التمام، وهغطي عليها بقى عشان تخمر. خلاص. ونروح نعمل بقى صوص البيتزا الخطير. النهارده هنعمل الصوص بطريقه مختلفه، هنعمله من الحاجات اللي فرزناها، وهنعمله في 3 دقايق بس، مش هياخد اي حاجه. حطينا شويه الزيت وهنحط عليهم الصلصه المجمده، بتنزل تفك على النار يا جماعه، ما سيبهاش تفك، بنفكها على النار. اي حاجه متفرزه عندي بنفكها على النار. خلاص كده فكت معايا ولونها جميل، مش محتاجه ان انا احط عليها معجون صلصه ولا اي حاجه. وده البصل اللي احنا قليناه مع بعض، احط منه معلقه، المعلقه الكبيره منه بمقام بصلايه كبيره. خلاص. احنا قبل كده عملنا الصوص بشرايح، ببصل شرايح، وعملناه ببصل مفروم. المره دي هنعمله بالبصل المتقلي اللي هو الجاهز على طول، عشان اوريكم الحاجات اللي احنا عملناها دي بنستخدمها ازاي. وفلفل الوان لو متواجد عندك. خلاص. ودي شطه، اللي هي هريسه شطه، ده محطوط عليها دقه توم. خلاص. مش حباها مفيش مشكله، بس لو حطيتي فصين توم كده جميله خالص، لو ما عندكيش دقه فصين توم كده يبقوا جمال. وشويه زعتر، وشويه كاري، وشويه فلفل اسود، وتحطي شويه توابل لو حابه، كل حاجه حاجات بسيطه، لا نص ولا معلقه يا جماعه، رشه بسيطه تديكي طعم فعلا جميل. لكن الحاجه لما بتبقى زياده بتدي ايه طعم مش حلو، وبتحس ان هي طعمها طاغي على الايه، على الصوص. خلاص كده. وهبتدي اقلب كله مع بعضه، وهنزل بقى بالملح بتاعي وشويه سكر، خلاص عشان خاطر الحموضه. وهحط نص كوبايه ميه، واسيبهم بس يغلوا. هم طبعا هيغلوا في ثانيه، مفيش يعني مش هياخدوا حاجه، هو اصلا يعني هحط نص كوبايه ميه تغلي حالا، واجي مطفيه على طول. خلاص كده خلص معايا، ومش محتاج اي حاجه، خدش اي حاجه، وكله جاهز وكله فوق بعضه. طعمه والله يا جماعه تحفه. لو انت حتى كده اهو تاكليه كده لوحده من غير بيتزا ولا حاجه، مع العجينه الجميله اللي احنا عاملينها. الحشوه بقى مش مهم خالص، الحشوه دي اي حاجه موجوده عندك، ليه؟ لان العجينه اهم حاجه. والصوص بتاعها، العجينه عامله زي القرص الطريه، طعمها تحفه لوحدها كده من غير والله حشو. خلاص كده خلصنا. العجينه ما شاء الله عليها خمرت وبقت جميله خالص، ما شاء الله. شوفوا نص كيلو كان حته عجينه قد كده، شوفوا ما شاء الله نفش وبقى جميل خالص. هجيب بقى صينيه كبيره، وهاجي حاطه شويه زيت صغيره لان انا عامله العجينه طريه، وهاجي مسحه زيت، وهبتدي بقى اعملها كور صغيره، الحجم اللي انت تحبيه. انا هعمل كور يعني ايه، وسط، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، يعني ايه ما شاء الله البيتزا حلوه، ميني بس ايه، حلوه كده تشبع. خلاص. بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه كلها. تمام. والحشوة بقى جبنة، تونة، مشروم، جمبري، اللي ولادك بيحبوه حطوه لهم. ماشي. اللي ولادك نفسهم فيه او كده حطوه لهم. وعلى فكرة الميني بيتزا مش بس المدارس، دي الخروجات، دي للكليات، لاي حد مثلا طالع خروجه خفيفه كده وعايز حاجه، ما بياكلش بره مثلا من الاكلات اللي بره، عايز ياكل حاجه مضمونه جميله خالص، وتاخديها معاكي وسهله خالص. وهبتدي افردها كده بالشكل ده، العجينه ما شاء الله عليها حلوه قوي. وهبتدي بقى انزل بالصوص، واحط بقى الحشوات بتاعتي اللي موجوده عندك حطيه، وشوفي حسب رغبة ولادك في ايه. وطبعا البيتزا دي مفيش حد ما بيحبهاش، والولاد يعني هي دايما مغرية وبتشبع ومغذية. خلاص كده. نزلت بالصوص، وهبتدي بقى احط ايه جبنة، هشكل جبنة. طبعا اولادي مش بيحبوا الزيتون قوي، فما بيحبوهوش، وما بيحبوش الحاجات الكتير كده فوق، بيحبوا الجبن او التونة بس، مش بيحبوا ايه حتى اللحمة المفرومة والفراخ والحاجات دي، احنا بس اللي بناكلها، لكن الولاد ما بياكلوهاش. خلاص كده. وهبتدي انزل بتشكيلة جبنة كده.
وهعمل واحده تانية. برضو الفلفل انا حطيته ليه؟ لان العيال بيقعدوا ينقوا الفلفل كده من على الوش ويقعدوا يشيلوا الحاجات دي، فانا حطيتها في الصوص فايه دبلت، وفي نفس الوقت ادت طعم حلو للصوص، وفي نفس الوقت عشان خاطر ما يقعدوش بقى ايه ينقوا كده من عليها، وبتبقى ثابته كمان على البيتزايه مش بتقع. خلاص كده. هحط بقى المره دي تونه عشان انا ابني بيحبها جدا، وبتبقى طعمها تحفه جدا جدا في الايه في البيتزا. وهفضل كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي بالشكل ده. خلاص، وادي شكلها معانا ما شاء الله عليها، وهوريكم شكلها في الفرن رهيبه ما شاء الله عليها. طبعا الناس اللي كل يوم هتعمل هتقولك انا عايزه احفظها في الفريزر، او ازاي ان انا احفظها مثلا طول الاسبوع. تقدري تعملي كميه وتخلي يا دوب تطلع من الفرن تبرد، تبقى لا سخنه جامد بتلسع ولا تبرد تبقى ساقعه، اللي هي الفتره كده، وتعبيها في اكياس وتحطها في الفريزر وطلعيها مفيش دقيقتين هتفك، وتبقى طعمها كانها لسه طالعه من التلاجة حال، كانها لسه طالعه من الفرن سوري. وهيبقى طعمها جدا جدا طريه جدا وهشه. شوفوا لونها جميل، وشوفوا طريه ازاي معايا، بفتحها وجميله جدا ما شاء الله. طعمها بقى والله حكايه ما شاء الله عليها يعني. فيا رب تكون الحلقه عجبتكم والوصفه عجبتكم. ما تنسوناش لاول مره تشوفونا سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومنتظره تعليقاتكم وطلباتكم. وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.